السلام عليكم. انا معك القايدي فؤاد ولد مدينه فاس خويا. كنتواجد هنا في مدينه جديده على من اجل الاسره ديالي. يعني المشكل ديالي هي انني طلقوا لي مرتي بزز مني اولا، وثانيا عقد الزوجيه ما بغاوش يساعدوني باش ناخذه باش نسجل. اه بزز مني بظروف يعني نصبوا عليه في عقد الزوجيه. نسابي والمحكمه فاش طلبت من قضاء الاسره في 2010، طلبت من هيئه القضاء الاسره اول ورقه كتدخل لهيئه المحكمه، كنطالب بثبوت الرجوع لبيت الزوجيه ويساعدوني باش ناخذ عقد الزوجيه، باش نلقى كي ندير نسجل بنتي وباش نلقى كي ندير ناخذ دفتر الحاله المدنيه. النهار الاول غير المهم الزواج غير مكاتب. المهم هاد السيده كيفاش عرفت عليها النهار الاول غير مجرد كان خوها كان كيخدم معايا، يعني وكانوا تصاروا عليها شي دراري وقالوا لي حمينا وحميتهم بالفعل كحزتهم. ملي جا خوها قال لي كتهضر لي مع اختي، قلت له لا. يعني وقعت نزاعات بيني وبينه في الخدمه وهذه والهضره هذه، وفي التالي قلت له عرفتي اش غدير كاع حنا ما نبقاوش هذا الشيء، انا نخطبها من الاب ديالها. يعني انا واخا مع لحقاش اصلا انا الاب ديالي معروف الله يرحمه مسكين، كان معلمنا من الطفوله ديالنا الصدق. يعني ما كاينش يعني وصلت لواحد الحاجه وصلني نيشان خصك نيشان. وكانت النيه في نفس الوقت. ملي كتكون النيه كيكون كل شيء. نهار تفقدت النيه تفقد الامل كي قال له. ديك الساعه يعني فاش خصك تبدا كيفاش قالوا لك والديها، كيفاش صحبوك، كيفاش رحبوا بك، شنو قالوا لك؟ الاب ديالها ولا الاخوان ديالها استقبلوني، ودرت مع الاب ديالها بحال هذا الخميس هذا جيت لعنده انا والاخ ديالي، خطبنا من عنده باش نشوفوا واش موافق ولا موافقش. قال نعطيوني سيمانه، عطيناه سيمانه بالفعل رجعنا لعنده، وافق بانه يكون هذا الشيء، بانه يكون الزواج. ومن بعد كي موافق عيطت على الوالدين ديالي من مدينه فاس، جاوا الوالدين ديالي وجات العائله ديالي من مدينه فاس، درنا الخطوبه، ضربنا العقد عندهم في قلب الدار ديالهم على سنه الله ورسوله. ضربنا العقد عندهم في قلب الدار ديالهم. النهار اللي احتاجت العقد في 2008 فاش زادت عندي البنيته احتاجت العقد، ما لقيتش العقد. قلت للمراه راه العقد ديالي خاصنا العقد باش ناخذوا الحاله المدنيه ولا باش نسجلوا البنت. قالت لي دابا ما كنتوفروش عليه، مخبعها امها ولا مع المهم خلاوه عندهم. لا ما شديتوش اصلا من نهار فاش جا عندنا العادل، جا عندنا للدار ديال الاب ديالها الله يرحمه، جلسنا تعشينا موافقين سنينا، عطيناه الاوراق مشى بحالو، خلصتو مشى بحالو. قال لي واحد 15 يوم غنجيب لك العقد ديالك. من بعد ديك ال 15 يوم، حيت قلت لك كانت كل واحد الكلمه ديال الثقه، من بعد ديك ال 15 يوم فاش جا وجاب له اوراق بجوج وجاب الروسي عطاهم للنساب، ما عطانيش انايا. يعني ديك الساعه كانت ثقه. معليش يمكن رجع ما قلتيش ديك الساعه مرتك، يعني كان البنيه وقلتي لها بغيت ندخلها، قلتي لها العقد مرتك فاش قلتي لها العقد الزواج شنو قالت لك؟ قالت لي عندي في دارنا. شنو قلتي لها؟ ومن بعد قلت لها جيبيه وما جابتوش، ومن بعد قلت لها جيبيه وما جابتوش. وفي الحدود 2010 هذا الشيء زادت عندي البنيته في 2006، انا مجوج في 2006 والبنيته زادت عندي في 2008. ودابا في 2010 هي في رفعت الدعوه. اول ورقه كانت على هيئه المحكمه في 2010. في 2010 فاش رفعت الدعوه لهيئه المحكمه طلبت منهم عقد الزوجيه ديالي باش يساعدوني باش ناخذ عقد الزوجيه باش نلقى كي ندير نسجل بنتي، وهذا الشيء مازال عندي في الوثائق وعندي كل شيء. لكن مادام علاش كنا كتسول انت العقد اش كتقول لك؟ قالت لي راه عندنا في الدار نوف، ولات صيفطتها هي، كشفت منها الاسره ديالها وكان شافت كل شيء، وجات وقالت لي ونسيتو. واخا قلت لها واخا. من بعد بقينا انا وياها تغنينا انا وياها، ضربتها على مسبتو. ومن بعد طلعنا لعندهم للدار ديالهم في 2010. هي ديك فاش دخلت لعند الام ديالها كنهضر انا والام ديالها، قلت لها عطيني باغي العقد مع العقد. قالت لي سير قلب على راسك واش مجوج ولا ما مجوجش. هبط واش سير قلب على راسك واش مجوج ولا ما مجوجش بهذه الكلمات. نسيبتي هذه اللي قالت لي هذه الكلمات. هبط لهيئه المحكمه، لا غد ليه هبط لهيئه المحكمه دفعت ثبوت الرجوع لبيت الزوجيه وطالب عقد الزوجيه من 2010 وانا كنسبق حتى ل 2016 وما تمكنش من الحصول على عقد الزوجيه. تمكنت منه عبر شرطي، يعني رجل امن هو اللي ساعدني. ديك الساعه كيف كانت العلاقه ديالك مع مراتك؟ واش بقيتوا في العلاقه ولا تخاصمتوا ولا شنو؟ من 2010 كي بحال اللي حبست العلاقه. 2016 من 2010 كي بحال اللي كانت حابسه العلاقه، واخا يعني كتضرب لي على التليفون ولا هذا دابا حاليا مقطوع العلاقه كاع. بنتي محروم منها، بنتي ما كنشوفهاش. ملي مشيتي عند البوليس شنو هذاك السيد اللي ملي مشيت لعنده عطاني واحد الرقم، قال لي لك انا هذا الرقم هذا صحيح راك تقدر تاخذ العقد ديالك. بقيت كنقلب بالفعل ما لقيتوش في المحاكم مدينه جديده، لقيته في المحكمه ديال ازمور في 2016. خديته تمكنت اخذ نسخه ديال العقد وهبطت لمدينه فاس، وليت عاودوني طلعت وليت دفعت لهيئه المحكمه. وانا مازال كنسبق من 2010 وانا مازال الى يومنا هذا النهار. يلا الورقه ديالي جات من النيابه العامه، رئاسه النيابه العامه، راسلت رساله النيابه العامه ثلاثه الخطرات وهذه الرابعه. وهبطت للنيابه العامه ثلاثه الخطرات على رجليا من هذه المدينه هذه الى حتى مدينه الرباط على رجليا. وكاين الناس اللي شافوني ولا اي حاجه على رجلي، وعندي الفلوس وعندي كل شيء من جديده.
حتى للرباط على رجليا باش بقى ديك كان عندي واحد الاحساس باش ناخذ حقي. راني مازال ما مقتنعش كيفاش يهضموني. واش هاد الناس ما فهمتش بالضبط. انا تلقى لي مرتي صحه، واش باغينها الفساد، واش باغينها يعني كذا. يعني انا باغي نعرف مرتي بغيت نعرف هذا. انا دابا الطلب الاخير ديال من هيئه المحكمه كيف ما كنقول ديما هما كيف ما كيعرفوني الناس ولا الناس ديال هنا ولا في اي فيديو في اي تصريح كنطالب المواجهه مع مرتي. انا كنطالب بحث بالمواجهه. واليوم هو السيد وكيل الملك جاته الورقه من الرباط من الوزاره باش يعطي امر، وتعطى الامر اليوم حاليا باش يتعطى الامن الوطني. ودابا كنتمنى من سلطه الامن الوطني للسي الحموشي باش يديروا الاجراءات ديالهم. ما ينقصوا حرف ما يزيدوا حرف، ما ينقصوا نقطه ما يزيدوا نقطه. داك الشيء اللي كاين خاصنا يكون يستدعيو الزوجه ديالي وندوزو في البحث باش الا كانت مزوجه نعرفوها، كانت ما مزوجاش نعرفوها، ونعرف كيفاش تحرمت انا من بنتي. دابا انت اخي شحال دوزتي مع ديال الزوج؟ شحال من سنه ديال الزوج؟ انا تزوجت بهاد السيده في 2006 علاش؟ حتى 2010 في شهر 7 تما اخر ما كان. شحال ديال المده تقريبا؟ واحد 4 سنين وشي حاجه. يعني 4 سنين انت واش ما عرفتيش راسك متزوج؟ لا انا كنت ديك الساعه عارف راسي متزوج لانني انا رجال قانونيا قانونيا، لان الرجال عندي العادل وخلصت. ويعني انا كنعرف براسي بانني مزوج. ولكن اللحظه اللي دخلت لهيئه المحكمه في 2010 تما طالبت بالعقد. تما بغيت نتاكد لان واحد الشخص كان قال لي في مدينه فاس فاش مشيت نسجل بنتي قال لي اعطيني عقد اصلي. قلت له هذا هو واحد الورقه كانت عندي. قلت له هذا هو. قال لي انا ولدي ما نسجلكش، سير قلبت على راسك واش مزوج. هو قالها لي، قال لي سير قلب على راسك واش هذا العقد هذا واش كاين ولا ما كاينش. من تما هي فاش بدات النزاعات، ومن تما هي فاش رفعت الدعوه لهيئه المحكمه. وانا مازال الى يومنا هذا. ودابا اخي السؤال اللي غادي نسولك، مرحبا. واش باقي تثق في العيالات؟ وما نكذبوش على الله، نثيقوا في العيال، نثيقوا في العيالات واخا. لان ما نقدرش المجتمع ماشي كامل بحال لان المجتمع فيه فيه بنات الناس وما عمرهم يتقطعوا بنات الناس، وفيهم بنات الحرام ما عمرهم يتقطعوا بنات الحرام. لان هادشي من الاول ديال الدنيا لاخر الدنيا. وهاد السيده تثقتي فيها نهار الاول؟ ومن طبيعه الحال كون ما كنتش شقت فيها كاع ما نولدش معاها وكاع ما نتزوجش بها وكاع ما نوصلش لهذا المستوى. وفي الاول حسيت بالغدره من ناحيه نسيبتي صراحه الله. هي في الاول كانت باغي بحال ترجع معايا الصراحه. راه كاينين الملائكه ديالها اللي حاضرين بحال اللي كانت باغا ترجع معايا. ولكني بحكم وقع لي نزاع انا وما على هذاك العقد وهذا، في التالي بقات بحال كتراجع شويه بشويه تراجعت. دابا حاليا بنتي انا محروم منها، انا ما كنشوفش بنتي. انا دابا الله اللي عالم بيا. كنت كنبات مرة الاصدقاء ولا الصحافه ديال مدينه جديده كانوا كيشوفوني كنت كنبات غير في الشاطئ دير لاطونت وكنبات في الشاطئ. يعني امام الامن امام السلطه امام الشعب كلشي كيعرفني. يعني ما كنتعدى على حد، ما كنجبد حد. كنخدم في القبص، ملي ما كيكونش القبص كنخدم في الباركين كندبر على من ناكل. وهاد النسيبه واش تسمح لها؟ الا سمح لها الله، هاد النسيبه هذيك واش تسمح لها؟ الا سمح لها الله بينها وبين الله. اما انايا بالنسبه لي انايا على داك الشيء اللي شفت منها خصني نبقى انا وياها في الثقه. الهضره ديال الاخوه خصني من اللحظه اللي ترجع معايا مرتي نبقاو انا وياها في الثقه. السلام حبس. شي حاجه بيني وبين مرتي ولا بينها وبين امها دبر راسها. اما بيني وبين نسيبتي حبس. السلام عليكم. يعني ما خاصش يكون تدخل ديال النسيبه؟ ما خصوش يكون تدخل. خلق مشاكل. من طبيعه الحال. لان العدد الكبير دابا ملي كيدخل شي واحد كيبغي يدخل خصو يعرف كيفاش يدخل. يعني الا كنت غتدخل بخيط ابيض مرحبا، ما كنتش غتدخل بخيط ابيض اللهم الثقه. الرساله الاخرى لهاد النسيبه؟ وبالنسبه لنسيبتي بالنسبه اش غنقول ليها؟ غنقول لها حسبي الله ونعم الوكيل، هي الكلمه الاولى والاخرى. قبل مغادرة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناة 7 جوغ والضغط على زر الجرس للتوصل بآخر الفيديوهات.